باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان ولا دهر الدهور آمين. النهارده أحبائي كنيسة بتكلمنا عن مثل وكيل الظلم. مثل وكيل الايه؟ الظلم. بيقول كده: وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسانا غني له وكيل. اليهود كانوا مستعمرين عند مين؟ عند الدولة الرومانية. وكانت الدولة الرومانية تعمل ايه؟ تسلم المدن، كل مدينة لمجموعة من العشارين. طب والعشارين دول يعملوا ايه؟ يجمعوا الايه؟ الجباية او الضرائب من الايه؟ من الشعب. عشان كده العشارين ما كانوش محبوبين، كانوا منبذين. يعني تخيلوا زي واحد مثلا فاتح محل وجاله مأمور الضرائب يقول له: انا هحجز عليك او عايز تدفع ضرائب كذا. او اي حد فاتح مشروع او اي انسان اللي بيدفع ضرائب لما يجي يسأل من حد عشان يدفع ضرائب، كان الناس بتتضايق من الشخص اللي هيجي جنبه. مرة يجمع الضرائب بالعنف العشار ده، ومرة باللين، مرة باللطف، مرة يتقل الدين، ومرة يخفف الدين. لكن واضح ان هم كانوا مبذرين. يعني واضح ان العشرين دول كانوا مبذرين واشرار. يعني عشان كده يقول: فوشي به إليه لأنه يبذر أمواله. يعني كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه لأنه يبذر أمواله. فطبعا كان العشار ده لو حد عمل فيه وشاية يعمل يروح يغير الصكوك بتاعت الناس. يعني واحد عليه مثلا 100 جنيه يخليهم 80. واحد عليه 100 يخليهم 60. عشان كده يقول كده يقول لما وشي به يقول لك: فدعا كل واحد من مديون سيده وقال الأول: كم عليك لسيدي؟ قال له: أنا علي 100 بس زيت. قال له: خذ صكك واجلس واكتب 50، يعني نزل 50%. وبعدين قال للآخر: وأنت كم عليك؟ قال له: 100 كر قمح. قال له: خذ صكك واكتب 80. فكان عشان بقى؟ عشان لو طردوا الوكيل اللي صاح المالك، لو طرد الوكيل ده يبقى الناس دي أصحابه. فطبعا في المثل مدح لتصرفه، لأنه بحكمة قد يقول بحكمة قد هو التصرف طبعا تصرف خاطئ، لأن المال مش ماله ومش من حقه إن هو إن هو يعمل العمل ده. طبعا الإنسان الغني في المثل في الواقع يرمز للدولة الرومانية. يعني في المثل كده في الإنسان الغني ده يرمز للدولة الرومانية المستعمرة طبعا لمين؟ لليهود. من الناحية الرمزية الإنسان غني يرمز لمين؟ لله المالك كل المالك الكون ده، مالك كل شيء.
الوكيل من ناحية الواقعية هو العشار اللي بيجمع إيه؟ اللي بيجمع الضرائب. طب من الناحية الرمزية الوكيل هو كل إنسان مسيحي. أنا وكيل. أنا ربنا إداني وكالة، وأؤتمنت إيه؟ وأؤتمنت عليه. يعني ربنا إداني عطايا، ربنا إداني وزنات. كل واحد ربنا إداله وزنات وعطايا محتاج يستثمرها ويتاجرها عشان ربنا إيه؟ لما يجي يقول لي أعطيني حساب الوكالة أبقى إيه؟ مستعد. لأن قال في الآخر الأمين في القليل يكون أمينا في الإيه؟ في الكثير. والظالم في القليل ظالم أيضا في الإيه؟ في الإيه؟ في الكثير. يعني مثلا أنا كاهن وكيل، أنا مش صاحب الكنيسة. صاحب الكنيسة مين؟ ربنا. لكن ربنا ائتمني على إيه؟ حاجة، فربنا يحاسبني على إيه؟ فلما أتصرف مش هتصرف كأني أنا صاحب الكنيسة، هتصرف كأني أنا وكيل إيه؟ وكيل. ربنا قال لي أنت وكيل، أنت كاهن. طيب واحد مدير في شغله هو مش صاحب الشغل، مسؤول عن مجموعة من الناس، هو مش صاحب الشغل، هو وكيل. صاحب الشغل ائتمنه على اداله وزنه وقال له انت ايه؟ انت مسؤول عنها. واحد مسؤول عن حسابات في شغله، مسؤول عن حسابات، هو مش صاحب الاعمال بتاع الشركه، لكن هو وكيل مسؤول ان يكون امين في ايه؟ عن الحساب. كل واحد في موقعه هو ايه؟ وكيل. البطرك في موقعه وكيل، الاسقف في موقعه وكيل، الكاهن، الشماس ده اؤتمن على شيء، لكن هو مش صاحب، مش صاحب سلطان. الخادم، الخادمة، الأب، الأم، كل واحد مننا وكيل في إيه؟ في موقعه. فربنا هيسأل كل واحد مننا على الوكالة بتاعته. شوفوا بقى لما الوكيل في العالم اللي هو الدولة الرومانية لما تواشى بالعشار قال له تعالى، ما الذي أسمعه عنك؟ إيه اللي بتعمله؟ أعطيني حساب الإيه؟ الوكالة. وقال له عبارة صعبة جدا، يعني صعبة جدا، لأنك لا تكون وكيلا إيه؟ بعد. صعبة قوي. ربنا ما يسمحش إن احنا لأي حد فينا يسمعها في موقعه، يقول لنا أنت ما تنفعش تكون إنسان أمين، أنت غير إيه؟ أنت غير أمين. ربنا ادانا عطايا، هل أنا بستخدمها صح ولا أنا بسيء للعطايا اللي اداها لي ربنا؟ ربنا اداني مال، بستخدمه صح ولا بستخدمه غلط؟ طبعا ربنا أو تاريخ الكنيسة يدينا أمثلة من ربنا كانوا ناس أغنياء في المال واستخدموا عطاياهم صح. نسمع عن المعلم إبراهيم الجهني. كان الراجل ده من خلال المال بتاعه إن هو يعمل يبني كنائس كتير.
وفي أحد المرات كان إبراهيم الجوهري ده كان بمكانة رئيس وزراء، كان يبني كنائس من خلال المنام. وفي مرة من أحد المرات وكان في عيد وجاره المسلم كان مسجون، ما رضيش يعيد إلا لما راح السجن وخرج لأنه كان مظلوم. فاللي يدافع عن إنسان مظلوم ويسنده ويقف جنبه، ما رضيش ياكل الأكل الفطار بتاع العيد إلا لما طلع جار. ده المعلم إبراهيم الجوهري، وكان أخوه نفس الموضوع المعلم جرجس الجوهري. وفي القرن اللي احنا عايشين ده سمعنا عن الدكتور ثروت بسيلي، كان بيساعد كتير وفي خدمات كتير وكنايس كتير بناها. وفي المتنيح الدكتور منير غبور. في أمثلة من ناس مسيحيين ربنا اداهم موازنات، وربنا اداهم خير كتير، لأن هم كانوا أمناء في الوكالة اللي خدوها. لما نسمع في السنكسار يقول أصل فلان القديس الفلاني ده كان تقي وبيخاف ربنا وكان يشتاق للرهبنة وراح يترهبن، وبعدين ادوا الكهنوت، وبعدين بقى أسقف، وبعدين واحد بقى بطرك. ليه بقى أسقف وليه بقى بطرك؟ لأن ربنا لما اداهم وكالة كانوا أمناء أمناء عليه. واحد أب وأم أتقياء زي القديس زكريا والقديس اليصابات، أتقياء وفيهم مخافة ربنا. لما ربنا يديهم طفل، الطفل ده يبقى يبقى القديس يوحنا المعمدان، يبقى قديس. أي أب وأي أم أتقياء وليهم علاقة حلوة بربنا، عمالين بقى يجاهدوا ويتعبوا ويجيبوا ابنهم مدارس الأحد وبنتهم مدارس الأحد، ويدخلوهم مدارس الشمامسة ومدرسة الكتاب المقدس، وعمالين يتابعوا أولادهم. دي ناس أمناء، أولادهم في يوم من الأيام هيقولوا ربنا أشكرك يا رب لأنك أديتنا أب وأم اهتموا بينا، جابونا الكنيسة وربونا في الكنيسة وزرعونا في الكنيسة. يجي الولد لو في يوم من الأيام يقول ياه ده لولا محبة أبويا واحتوائه ليا أنا ما كنتش بقيت دكتور أو بقيت مهندس أو بقيت ناجح في عملي. الأب والأم الأمناء يخلفوا أولاد أمناء أيضا، وبيوتهم تبقى بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. أبونا ميخائيل إبراهيم لما أولاده ركبوا القطر وبعدين لغاية ما نزلوا ما كانش الكمساري وصل لهم، فنزلوا من القطر. فلما روحوا البيت قالوا لي احنا ما قطعناش تذكرة في القطر. قال لهم ليه؟ قالوا له لغاية احنا كنا واقفين في القطر ولغاية ما نزلنا الكمساري ما كانش وصل لنا فما قطعناش التذكرة. قال لهم دي التذكرة بكام؟ قال لهم بكذا. قال لهم تاخدوا الفلوس دي وتروحوا السكة الحديد دلوقتي تقطعوا تذكرتين وتقطعوهم وترموهم. بيعلم ولادهم بيعلم ولاده الأمانة. فالأمين في القليل يبقى أمين في الكثير. نسمع عن أبونا ميخائيل إبراهيم وأمانته ومحبته وعطاياه. السؤال بقى كل واحد مننا يسأل نفسه، أنا كابن لله أمين ولا لا؟ أنا بحمل اسم مين؟ اسم مين؟ المسيح. أنا إنسان مسيحي. هل يتقال عليا يا أنت كل حاجة حلوة فيك
ما عدا انك انت ايه؟ انك مسيحي. اقول له لا، ده سبب الحاجات الحلوه اللي فيا ان انا ايه؟ مسيحي. واشهد للمسيح خلال سلوكياتي واخلاقي واولادي. ربنا اداني عطيه حلوه قوي، الكنيسه، واتولدت فيها من خلال جرن المعموديه، وبقيت ودشنت في سر الميرون المقدس، ومن اللحظه دي بقيت هيكل لله وروح الله ايه؟ ساكن فيا. هل بحافظ على هذه الامانه الوكاله دي، واخلي الروح الله يثمر فيا بثماره محبه، فرح، سلام. عطايا ربنا ادهاني. الايمان بتاعي، الايمان الارثوذكسي، هل بحافظ على عقيدتي وايماني؟ هل انا الكنيسه لما تقول صوم يبقى انا صايم؟ النهارده الجمعه انا صايم، ولا انا اقول خلاص ده انا صمت الاسبوع ده، صمت 2 و3 و4 يوم نناوي كفايه بقى، وبعدين بعد اسبوع، بعد 10 ايام هيبتدي الصوم الكبير؟ لا بلاش. الانسان الوكيل الامين، وكيل امين في كل وقت، لا النهارده الجمعه انا ايه؟ انا صايم. ما ينفعش اكثر وصيه الايه؟ الصوم. انا المسيح بيقول انتم نور العالم. هل انا فعلا نور منور؟ في كل حته اروح فيها ابقى منور. يعني عارفين يبقى منور يعني ايه؟ يعني انا بنفذ وصيه ربنا، يعني انا بشهد للمسيح من خلال اعمالي وسلوكياتي وامانتي. هل بيوتنا يا احبائي بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه؟ البيت بتاعي بيت صلاه. انا فرحت قوي، قابلت شاب كده من كام يوم قال لي متجوز من حوالي شهر، انا هنا انا عامل اوضه في الشقه دي، عاملها كنيسه، عامل كده صوره وعاملها كده مخصص للصلاه، اقف فيها اصلي انا ومراتي. قلت له يا انت شاب حلو، شاب جميل، بدا صح، ده اللي يبقى ايه؟ يمشي كده صح، ولما يخلف ولاده هيتعلموا زيه كده. عارفين الاب اللي انا كأب في الكنيسه، واقف الكنيسه، عارفين كل واحد منكم وقفته في القداس، وكل واحده وقفتها في القداس، بنتك بتتعلم منك الوقفه دي ازاي. لو انا واقف مغمض عينيا وفي الكنيسه وبصلي هيعملوا زي، لو انا بقعد اتكلم في الكنيسه هيقعدوا ايه؟ هيتكلموا زي في الكنيسه. الشماس برضه، الشماس الشاطر وربنا ائتمنه، يبقى ربنا اداله الدنيا دي امانه وكاله، ائتمنوا على هذه الدنيا، يبقى حريص ان هو يحفظ الحان، مش يقعد ورا العمود. في عمدان عندنا هنا للخبايا كده، الناس تستخبى وراها. يستخبى ليه؟ لان هو مش حافظ الحان، ولا تلاقيه واقف حوالين المذبح عشان يقوم. هو لبس الدنيا كده، لبسها بس، لا مش هينفع. دنيا يعني في عندنا مدرسه اسمها مدرسه الشمامسه، يبقى حريص ويتعلم. انا اعرف امهات شاطرين جدا يحفظوا ويحفظوا ولادهم. اعرف زي مثلا ابنها دخل مدرسه لغات ومحتاج يتعلم ساينس ويتعلم ماس، تعمل ايه؟ هي بتتعلم عشان ايه؟ تعلمه. احنا في الكنيسه كده عندنا مدرسه الشمامسه، عندنا مدرسه الشمامسه دي يخشها رجاله وسيدات، ولاد وبنات، لان نفسنا في يوم من الايام تبقى الكنيسه كلها حافظه القداس كويس، حافظه الحان القداس، ويبقى عارفه ما يقوله الكاهن وما يقوله الشماس وما يقوله الشعب. الكنيسه تدرك تماما ان الدستور بتاعنا هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كل حاجه، هو المرجعيه في كل امور حياتنا.
فالكنيسة عملت إيه؟ عملت مدرسة اسمها مدرسة الكروز للكتاب الإيه؟ المقدس. يبقى عندنا لقاء كل يوم سبت من 6 ل 8 فيها دي، فيها أطفال وفيها إعدادي وفيها ثانوي وفيها شباب وفيها شعب. المجال مفتوح لكله عشان نتعلم ونعرف الكتاب المقدس بتاعنا، ويتعلموا صح، يدرسوا خلفيات ويدرسوا شخصيات ويعرفوا التاريخ الزمني للكتاب المقدس وتاريخ، يبقى كل المعلومات، ويعرفوا جغرافيا الكتاب المقدس عشان يعرفوا الأحداث صح ويعيشوا صح الحدث ويفهموا قصد الله من الكلام ده إيه. كنيسة عملت عشان بتحصل مشاكل بعد الجواز، قالت لا، لازم في كورس مشورة كل الخاطبين ياخدوه قبل ما يرتبطوا عشان يبتدوا لو هم غلط ما يكملوش، لو هم صح ومتفاهمين يعملوا ايه؟ يكملوا، عشان ما يبقاش فيه بعد دي الأمانة والوكالة. المقصود هنا أحبائي إن الواحد يبقى مدقق، الوكيل الأمين يبقى مدقق في تنفيذ وصية ربنا، يبقى إنسان أمين في العطايا اللي ربنا اداها لي، ربنا اداني إمكانيات أبقى أمين عليها، اداني سلطة أستخدمها صح، أستخدمها للخير. عايز أقول لكم كده من الآخر، الإنسان الأمين على الأرض هيبقى أمين في السماء. الإنسان الأمين على جسده هيبقى أمين على الجسد النوراني اللي هو مش الأمين في القليل، أمين على الإيه؟ على الكثير. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح إيه؟ الإنسان الأمين على المال الفاني هيبقى أمين على الإيه؟ على الباقيات. الأمين في القليل أمين على الكثير. الإنسان يا أحبائي الوكيل هو إنسان أمين حكيم يتاجر ويربح، لا يهتم بذاته بل يهتم بمسؤوليته. الإنسان الأمين يهتم لا يهتم بذاته لكن يهتم بإيه؟ بمسؤولياته. احفظوها العبارة دي كويس قوي عشان أقول له أسمع الصوت الفم ومفرح يقول لي إيه؟ نعما تعالى، نعما أيها العبد الصالح، أنت كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح إيه؟ سيدك. ربنا يجعلنا أمناء صالحين على كل عطية ربنا اداها لنا، على كل إمكانيات ربنا اداها لنا نستغلها كويس، على كل مسؤولية ربنا اداها لنا نبقى أمناء فيها. ربنا يدينا نعمة وبركة، ولله كل مجد وكرم إلى الأبد. آمين.